أهلا بالحلوين. Hi there, how's it going؟ أنا محمد سلام وأنت بتشوف دلوقتي قناة متعة التعليم. من أكتر الحاجات اللي ممكن تخلي عندك حماس ومثابرة وتواصل تعلم الإنجليش هو إن يكون عندك هدف واضح. لازم يكون عندك هدف واضح. What do you mean؟ بمعنى هو أنا بتعلم إنجليش ليه؟ هل أنا بتعلمه وقت فراغي بس مثلا؟ ولا بتعلم إنجليش عشان أتمنظر بيه بس قدام ميمي وسوسو؟ Yes. Exactly. ولا أنا عندي هدف حقيقي فعلا مهما واجهت من صعوبات لازم أوصل للهدف ده؟ إجابة السؤال ده بشكل دقيق ومحدد هتفرق معاك بشكل رهيب. كل ما الهدف يكون واضح قدامك وبشكل مركز هتكون رحلتك للوصول للهدف ده أسهل وأكثر متعة. لكن But what? لو انت بتتعلم عشان كل الناس بتتعلم انجليش وخلاص ومنظرة وخلاص فتأكد ان ده هيصعب عليك المهمة اكتر واكتر. كعادتنا دايما اي جملة بنسمعها ونعرفها بنكتبها مباشرة. اسمع معايا كده الجملة دي وشوفها بتقول ايه. Don't stoop to their level. Don't stoop to their level. Don't stoop to their level. عرفت الجملة يبقى اكيد دلوقتي كتبتها. معرفتهاش اسمعها من هنا كمان. Don't stoop to their level. Don't stoop to their level. Don't stoop to their level. لسه برضو؟ طب اسمع من هنا كده. Don't stoop to their level. Don't stoop to their level. Don't stoop to their level. اللي عرف الجملة وكتبها ممتاز. اللي معرفهاش يسمع مني. Don't stoop to their level. Don't stoop to their level. والجملة دي معناها لا تنحدر إلى مستواهم. Don't stoop to their level. بلاش تنزل لمستواهم. Don't stoop to their level. ودي عبارة انت بتنصح بيها شخص معين انه يتعامل برقي واحترام بالرغم ان الناس اللي بيعاملهم في منتهى السوء. Rise above. عشان كده بتقوله Don't stoop to their level. ما تنزلش لمستواهم. بقدر الإمكان استخدم الجمل دي لأن ده بيثبت المعلومة بشكل قوي جدا. Don't stoop to their level. 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 تعالوا نسمع الجملة دي ونشوف مين هيعرفها من أول مرة. You startled me. You startled me. You startled me. اللي معرفهاش المرة الأولى يشوف المرة دي كمان. You startled me. You startled me. You startled me. وادي كمان محاولة تالتة. You startled me. You startled me. You startled me. You startle me. You startle me. ودي معناها انت خضتني فزعتني. لما بتكون قاعد سرحان او ماشي سرحان وحد يظهر لك فجأة فبتقوله خضتني. You startled me. Startled me. اعتقد دي عبارة بنستخدمها كتير جدا ومن هنا ورايح كل ما حد يخضك قول له الجملة دي. You startled me. 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 تعالوا نسمع الجملة اللي جاية دي وبدل ما نجزأها مرة 2 3 هنسمعهم التلاتة ورا بعض. Please. Let me finish. بس ركز انت بتعرفها من انهي محاولة واكتبها طبعا. Are you questioning me? Are you questioning me? Are you questioning me? You questioning me? You questioning me? You questioning me? Are 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 you questioning me? ودي معناها هو انت بتستجوبني؟ Are you questioning me? Are you questioning me?
هو انت بتستجوبني ولا ايه؟ عبارة زي دي ممكن تستخدمها لما تحس ان شخص بيشكك فيك او بيسألك اسئلة ورا بعض كتير، وقتها بتحس بالاهانة او انه استجواب. ايه كمية الاسئلة دي؟ هو انت وكيل نيابة حضرتك ولا ايه؟ Yes, I am. Are you questioning me؟ عملت كده ليه؟ امتى؟ ازاي؟ Are you questioning me؟ هو انت مفتش كرومبو حضرتك؟ بتستجوبني؟ Are you questioning me? Are you questioning me? You questioning me? You questioning me? Are you questioning me? Are you questioning me? تعالوا نسمع الجملة دي ونشوف مين هيعرفها على طول. Don't make any hasty decisions. 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 ودي معناها لا تتخذ أي قرارات متسرعة. Don't make any hasty decisions. بلاش أي قرارات متسرعة. Don't make any hasty decisions. لو لقيت شخص بيفكر بشكل متهور وممكن ياخد قرار هتكون نتائجه سيئة، هتقوله Don't make any hasty decisions. مثلا صديقك حسيت انه عايز يستقيل من الشغل لمجرد ان المدير عنفه بالكلام لمرة، هتقوله ايه؟ Don't make any hasty decisions. بلاش قرارات متسرعة، ده قرار مش صح اكيد. Don't make any hasty decisions. 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 قبل ما نسمع الجملة اللي جاية عايز أأكد لكم إنه أي كلمة جميلة أنتوا بتكتبوها في حقي بجد بمتن ليها جدا. So cute. وبتخلي يومي كله سعيد. تعالوا نشوف الجملة اللي جاية دي واللي بيعرفها بيكتبها قبل ما يسمعها مني. You're stressing me out. 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 ضروري جدا انك تكون حاولت تكتب الجملة مهما كانت محاولتك بعيدة. ده بيأكد وبيدي للمخ إشارة انه يثبت المعلومة اكتر. You're stressing me out. You're stressing me out. ودي معناها انت بتوترني. لو كل شوية ابنك يا ماما عايز اكل، يا ماما عايز اشرب، يا ماما عايز العب، يا ابني يا حبيبي بس كفاية. You stressing me out. انت بتوترني. You stressing me out. You're 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 stressing me out. تعالوا نشوف العبارة اللي جاية دي بتقول ايه. Live it up. 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 عرفت العبارة وكتبتها؟ Live it up. Live it up. والعبارة دي معناها عيش حياتك. Live it up. Live it up. يا ابني اسهر، العب، اتفسح، عيش حياتك. Live it up. 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 يلا نسمع الجملة دي سوا. I've never been in a situation like this before. I've never been in a situation like this before. I've never been in a situation like this before. I've never been in a situation like this before. I've never been in a situation like this before. I've never been in a situation like this before. I've never been in a situation like this before. I've never been in a situation like this before. I've never been in a situation like this before. I've never been in a situation like this before. I've never been in a situation like this before. ودي معناها لم أتعرض أبدا لموقف كهذا من قبل. I have never been in a situation like this before. أنا عمري ما حصل لي كده قبل كده. لو مر عليك موقف غير مألوف أو صعب ممكن نقول جملة زي دي. I've never been in a situation like this before. تخيل كده إنك في بلد أجنبي وبعد ما ركبت القطر أدركت إنك ركبت القطر الخطأ
والمصيبة الأكتر إنك ما بتعرفش تتكلم لغة البلد دي. وقتها أكيد هتقول لنفسك I've never been in a situation like this before. أنا عمري ما مريت بالموقف ده قبل كده. I've never been in a situation like this before. I've never been in a situation like this before. I've never been in a situation like this before. I've never been in a situation like this before. I've never been in a situation like this before. I've never been in a situation like this before. تعالوا نشوف الجملة اللي جاية دي بتقول إيه. Don't talk about yourself like that. 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 ودي معناها ما تتكلمش عن نفسك بالشكل ده. Don't talk about yourself like that. لما بتلاقي شخص طول الوقت بيقلل من إمكانياته وبيتكلم عن نفسه بشكل سلبي، ممكن تقول له عبارة زي دي. Don't talk about yourself like that. ما تتكلمش عن نفسك بالشكل ده. تخيل كده إنك بتتكلم مع شخص أجنبي وكل شوية تعتذر له وتقول له أنا الإنجليزي بتاعي سيء وفظيع، الإنجليزي بتاعي في منتهى السوء. وقتها الشخص ده هتلاقيه يرد عليك ويقول لك Don't talk about yourself like that. You're doing great. ما تتكلمش عن نفسك بالشكل ده. أنت كويس وبتتحسن كل يوم. Don't talk about yourself like that. 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 يلا نسمع الجملة اللي جاية دي واللي بيعرفها بيكتبها. I cut myself shaving. 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 ودي معناها جرحت نفسي وانا بحلق. I cut myself shaving. مثلا حد بيقولك ايه الدم اللي في وشك ده؟ هتقوله I cut myself shaving. وانا بحلق جرحت نفسي. I cut myself shaving. 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 تعالوا نشوف الجملة دي بتقول ايه واللي بيعرفها بيكتبها على طول. Nothing is permanent. 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 لا شيء دائم. Nothing is permanent. كل شيء في الحياة متغير. المواقف الصعبة بتعدي والمتعة كمان بتنتهي. Nothing is permanent. تخيل بتقول لحد ان صلاح لاعب ليفربول اعتزل، فيقول لك ايه ده معقول؟ هتقول له nothing is permanent. مفيش حاجة بتدوم للأبد. هذا الوقت سيمضي. الوقت اللي احنا فيه ده هينتهي. لو انتهى وانت بتعمل مجهود وبتتعلم انجليش هينتهي، ولو ما عملتش اي حاجة في الدنيا برضو الوقت هينتهي. يبقى تستغل وقتك في حاجة مفيدة احسن لك بكتير، لان الوقت كده كده هينتهي. Nothing is permanent. 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 ودلوقتي جه دورك. هسيب لك سؤالين تجاوب عليهم في الكومنت. وبالنسبة للناس الجديدة وحابة تتابع معانا من البداية، انتظر لآخر الفيديو، هتلاقي شاشة النهاية، اضغط عليها وابتدي من الأول. يلا اسمع الأسئلة وجاوب عليها. Something's off. Something's off. Something's off. Something is off. Something is off. Something is off. Something's off. Something's off. Something's off. Everything is temporary.
Everything is temporary. Everything is temporary. Everything is temporary. Everything is temporary. Everything is temporary. Everything is temporary. Everything is temporary. Everything is temporary.